السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، والكورة دايما مجنونة، وتحليل سريع لماتش الزمالك والرجاء المغربي في بطولة التحدي في دبي على ما أعتقد. الماتش امبارح خلص 2-2 تعادل، وكان لازم فريق يفوز، يعني راحوا ضربات الجزاء، وعواد ما باعش بلده وصد له ضربة جزاء والزمالك فاز. الزمالك كده في الثلاث ماتشات اللي لعبهم الوديين 3 دخل فيه 6 جوان. اللي متلاحظ عليه ان الدفاع شوربه قوي ومفتوح على الاخر، بيجي فينا جوان سهله. معرفش، محمود علاء والونش لسه مش في الفورمه، الدنيا مش متظبطه خالص. امبارح الماتش الزمالك كان غالب 2-0، وشيكابالا العالمي حط جون جميل، وكان يعني الزمالك متقدم 2-0 في الشوط الثاني، ضربتين جزاء على الزمالك اتعادلوا 2-2، وبعد كده لعبوا بينالتيز والزمالك فاز. يعني كان ماتش ودي، بس كان في شوية جمهور للزمالك كده عمل يعني ادى صبغة رسمية كده، او يعني ادانا انفايرومنت كده، ادانا بيئة ان هو ماتش او احتفالية رسمية، ماتش رسمي. الماتش الجاي الزمالك هيلاعب تعاون او الاتفاق السعودي حاجة كده، وهيبقى ماتش النهائي. يا رب الزمالك ربنا يكرمه. معتمد جمال قاعد مش قاعد، لازم يشوف لنا حل في موضوع الدفاع الشوارع والشوربة ده. انا شايف يعني الدفاع ده محتاج شغل كتير جدا، وعواد برضه يصحى ويفوق شوية. اي نعم صد ضربة جزاء، بس الزمالك مش هو. إيه، يعني يا رب كل الخير للزمالك ويفوز بالبطولة دي، وهيرجع بقى بعد كده لمعمعة الدوري والكونفدرالية، ونشوف لو فكوا فعلا القيد وهيجيبوا صفقات جديدة ولا لا تساعد في الدفاع بتاعنا وخط الوسط وكده. كل التحية ليكوا، وكل الدعم لنادي الزمالك العظيم العريق اللي كلنا بنحبه. ونشوفكوا على خير في حلقة جديدة وحلقة تانية، والكورة دايما مجنونة. وكان معاكم المهندس بسام صالح. شكرا لحسن المتابعة، كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وسلام. شكرا.